السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى أخوات وأحلى متابعين في الدنيا كلها. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة قصتنا عن صياد السمك والملك. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كان في بلد جميل على البحر عايش صياد سمك غلبان اسمه عم أحمد. عم أحمد ده كان راجل بسيط، بيصحى كل يوم قبل الفجرية، ياخد شبكته الصغيرة ويطلع يصطاد. كان رزقه دايما على قد اليوم، يعني يصطاد سمكتين تلاتة ويبيعهم في السوق وياخد فلوسهم يجيب بيهم أكل لمراته وعياله. كان دايما مبسوط وراضي وبيقول الحمد لله، دي بركة ربنا. في يوم من الأيام كان ماشي ملك البلد بالصدفة جنب السوق وشاف عم أحمد وهو بيضحك ومزاجه رايق وهو بيلم فلوس بيع السمك. الملك استغرب فنادى على واحد من الحرس وسأله: الراجل ده ماله فرحان كده ليه؟ هو كسب كنز ولا ايه؟ الحارس قال للملك: يا مولانا، ده عم أحمد الصياد، رزقه النهاردة زي كل يوم شوية سمك صغيرين، بس هو دايما قنوع ومرتاح البال. الملك قال في نفسه: ازاي راجل فقير زي ده يبقى أسعد مني؟ أنا الملك، أنا عندي كل حاجة، ومع ذلك مش مرتاح زي الراجل ده. الملك قرر يعمل اختبار لعم أحمد. تاني يوم الصبح بدري صحي الملك وراح بنفسه عند الشط لعم أحمد. جه علشان يرمي شبكته. الملك ناداه وقال له: يا عم أحمد، أنا معجب بيك وبقناعتك، أنا هديك كيس دهب عشان ترتاح من تعب الصيد ده. عم أحمد فرح جدا وشكر الملك وخد كيس الدهب وراح بيته وقال لمراته: خلاص يا أم محمد، هنسيب الصيد وهنعيش بالدهب ده مستورين. في الأول عم أحمد ومراته انبسطوا، بس بعد كام يوم عم أحمد حس بزهق وفراغ كبير. ما بقاش بيصحى بدري ويشوف شروق الشمس، ولا بقى يقابل صحابه الصيادين، ولا بقى يرجع لبيته وهو حاسس انه عمل حاجة مفيدة. قعد يفكر: انا معايا دهب كتير بس طاقتي راحت وضحكتي قلت. القناعة مش في الفلوس، القناعة في راحة البال وشغل الايد. ما قدرش يستحمل اكتر من كده. خد جزء بسيط من الدهب علشان لو احتاج، وراح رجع باقي الدهب للملك. لما شاف الملك قال له: سامحني يا مولانا، الدهب ده كتير عليا، بس خلاني أخسر أغلى حاجة عندي، وهي البركة في الرزق القليل والرضا. لقيت إن سعادتي مش في اللي معايا، لكن في اللي أنا بقدمه كل يوم، وفي إن عيالي ياكلوا من تعب إيدي وشقاية. الملك ابتسم وعرف إن عم أحمد ده حكيم حقيقي. سابه يرجع لصيده، ومن ساعتها الملك عرف إن الرضا كنز لا يفنى، وإن السعادة الحقيقية مش في كتر المال، لكن في البركة وراحة البال. العبرة هنا يا حبايبي إن القصة دي بتعلمنا إن الرضا والقناعة هم أساس السعادة والرزق، مش بس الفلوس. الرزق ممكن يكون في صحة، راحة بال، بركة في القليل، أو إنك تحس بقيمة شغلك وتعبك. لما نحمد ربنا على القليل ربنا يبارك لنا فيه ويزيدنا من فضله. الكنز الحقيقي مش في اللي في الصندوق، الكنز الحقيقي هو اللي في القلب. أتمنى القصة تكون عجبتكم وتكون مفيدة ليكم، وما تنسوش تشتركوا في قناتي وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسوش يا حبايب قلبي اللايك والشير والسبسكرايب وتعليق جميل منكم كده حلو كده زي قلوبكم الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.